إيه اللي يخلي عربية ب4 مليون جنيه تبوظ فتيس قبل ما توصل 150,000 كيلو؟ العربية سخنت من العميل سبب إن الترموستات قفشت فسيحت وش السلندر والبلوكة. دي عربية برادي لوحة الفردة اللي ورا. العربية دي بيسمع تكسير قدام وولة جامدة جدا في العربية. ودي قصة عربية فورنيتشر 4000 سي سي حرقت الفتيس قبل ما توصل 150,000 كيلو. تفتكر بقى ده غلط عميل ولا فني؟ طبعا حلينا الفتيس من العربيه لقيناه بكله شايط في بعضه بسبب ان العميل حرق على الجده لحد ال 100,000 وما غيرلوش زيت. وطبعا كان بيستخدم العربيه اعمال شاقه واوف رود، وما جه غير له زيت غير مطابق للمواصفات فالفتيس من اللي جوه سح في بعضه. طبعا اتعاملنا مع الحاله وجبنا العربيه فتيس كامل استيراد زيرو بامر الله. العربيه هترجع ولا كلمه. كمان هنراجع له على العربيه كلها لان هو ما كانش بيهتم بالصيانات خالص. هنعمل له صيانات الوقائيه وصيانات علب البيئه ونجدد له العربيه بالكامل، وكمان هنفتح له سرعه وفاصله ونحسن له استجابه ونحول له اداء العربيه تبقى وحش في اي مكان. دي جوله سريعه وده اول نموذج فيها في مركز عمار. تعال نشوف النماذج التانية. ده نموذج رقم 2 العربيه جي اكس راكب عليها المكنه ال 8 سلندر التي زد 4700 سي سي. والمكنه دي احنا كنا حلنا لان كان فيها مشكلتين. العربيه سخنت من العميل سبب ان الترموستات قفشت فسيحت وش السلندر والبلوكه، كمان لوحت قعدة الصباط. بقت العربية تاكل مية ومش منتظمة في الصناصير. طبعا سأل على سعر المكنة دي لقاها معدية ال 200,000. بفضل الله جددنا المكنة بالكامل من جوه وبنقفلها وهندور العربية وترجع زيرو. تعال نشوف نموذج رقم 3. وده تالت نموذج معانا النهارده. عربية هيلوكس بتتشد بالكامل، العفشة كلها المساعدين والمقصات والبيض. كمان حلينا التنوكة علشان تتنضف ونجدد له دورة البنزين من أول ترمبة البنزين لحد الرشاش. وكمان هنفتح لها فاصلة وسرعة ونجدد الموتور بالكامل من جوه كصيانات. في تسريبات زيت هنمنعها ونجدد له شكل البادي من بره ونعمل له بادي كيت. تعال نشوف نموذج رقم 4. وده نموذج رقم 4. دي عربية برادي لوحة الفردة اللي ورا بتاعت الديفرنس، والعربية بتدردر وبتبوظ دلوي. هنغير الفرغة ونرجع له على القارونه والاكساك ترجع زيرو. وده النموذج الخامس معانا. دي عربيه براد 4000 سي سي مكنه الوان جي ار. العربيه دي بيسمع تكسير قدام وولة جامده جدا في العربيه، وناس قالت له فتيس وناس قالت لي العفشه الخارجي. لما فحصنا العربيه لقينا المشكله في الطرونه الاماميه. طبعا حلينا الفرونه ووضبناها وغيرنا لها طقم بيلي وعالجنا المشكله وكده بنقفل وبنشحم له الكباية. كمان بنراجع على العفشه، وبعد ما نخلص هنعمل له سكوت جوان للعربيه عشان العربيه تبقى وحش في اي مكان. تعال نشوف النموذج السادس معانا النهارده. دي عربيه براد ومكتوبه مع صاحب العربيه على الرغم من 14000 سي سي، فهنراجع له على علب البيئه وصيانتها بالكامل، يفتح له سرعه وعزم استجابه الدوس. يلا نشوف اخر نموذج معانا. ده اخر نموذج معانا النهارده تويوتا فورنيتشر اللي راجع له على السسبنشن سيستم العفشه والفرامل والمكنه، وهنعمل له الفاصله ونحول له اداء العربيه 180 درجه. استنونا في دوله جديده مع عمار. عمار أسرة تويوتا في مصر 100.